السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير دايما. في الحلقة اللي فاتت احنا اتكلمنا عن اليوزر ستوري وعرفنا اننا بنكتبها بالشكل ده as a I want to so that، وقلنا ان اليوزر ستوري بتوصف احتياج المستخدم والقيمة اللي هو عاوز يحققها. لكن في اخر حلقة سألتك سؤال مهم: هل لو كتبت اليوزر ستوري دي اقدر اقول ان الديفلوبر نفذها صح؟ لا. طيب، امتى اقدر اقول ان اليوزر ستوري دي اتنفذت بالشكل المطلوب؟ هنا بيجي دور الاكسبتنس كرايتيريا. خلينا نبسطها. الاكسبتنس كرايتيريا هي مجموعة الشروط والمعايير المحددة التي يجب ان تتحقق في النظام ليتم اعتبار ان اليوزر ستوري دي مكتملة ومقبولة. بمعنى تاني، هي مجموعة شروط او معايير لازم تتحقق عشان نقدر نقول اليوزر ستوري دي حققت المطلوب وممكن تتقبل. يعني مثلا عندي يوزر ستوري بتقول ان انا كموظف عاوز اقدم طلب اجازه حتى اتمكن من الحصول على عطله رسميه. طيب، هي اليوزر ستوري تمام مظبوطه، ما فيهاش اي ديفينيشن، ما فيهوش اي مشكله. لكن الديفلوبر ممكن يسالني: تمام، اعملها ازاي؟ وامتى تقول انها خلصت؟ وهنا انت كمحلل نظم بتبدأ تحدد الاكسبتنس كريتيريا وتقول: والله امكانية اختيار نوع الاجازة وتحديد تواريخ البداية والنهاية. والله النظام بيتحقق تلقائيا من رصيد اجازات الموظف. والله انت تمنع تقديم الطلب لو الرصيد غير كافي وتنبه الموظف ان رصيده غير كافي. تحويل الطلب للمدير المباشر فور الاعتماد بنجاح. كده انا عملت ايه؟ كده انا بدأت ادي معنى عملي لكلمة done. طيب، حلو جدا. ايه الفرق بين اليوزر ستوري والاكسبتنس كرايتيريا؟ إيه والله، ببساطة خالص اليوزر ستوري هي بتجاوبني على مين عاوز ايه وليه. تاني، اليوزر ستوري هي بتقتصر على الإجابة: مين المستهدف اللي هو ماذا يريد أن يفعل اللي هي what، لماذا يريد القيام بذلك اللي هو why، اللي هي as a I want to so that. ده الديفينيشن بتاع اليوزر ستوري. اما الاكسبتنس كريتيريا بتجاوبني على امتى اعتبر ان اللي طلبته اتنفذ صح. تاني، الاكسبتنس كريتيريا هتجاوبني على امتى اعتبر اللي انا طلبته اتنفذ صح. دي اهم نقطة في الحلقة عاوزك تركز فيها. يبقى الاكسبتنس كريتيريا بتجاوبني على امتى اعتبر اللي انا طلبته اتنفذ صح، وايه هي حالات النجاح والفشل والسلوك المتوقع للنظام. طيب، لو رجعنا نطبق الكلام ده على نفس المثل، قلنا ان دي يوزر ستوري ارغب في تقديم طلب اجازه حتى تتمكن من الحصول على عطله رسميه. احط الاكسبتنس كريتيريا اللي هي امكانيه اختيار نوع الاجازه، النظام يتحقق تلقائيا، منع تقديم الطلب، تحويل الطلب للمدير المباشر، ولو البيانات صحيحه بيتم انشاء الطلب. كده الديفلوبر عنده صوره اوضح، والكيو اي عنده حاجه يختبرها، والبرودكت اونر عنده معايير يقدر يقبل او يرفض بناء عليها. طيب، حلو جدا. تعالى نعمل حوار بين ديفلوبر واناليست. الديفلوبر مثلا جالك وقال لك انا خلصت اليوزر ستوري. حضرتك هتقول له: تمام، طب الاكسبتنس كرايتيريا اتحققت؟ الديفلوبر هيقول لك: ايوه. حضرتك هتقول له: طب لو الموظف رصيده 3 ايام وطلب الاجازه بتاعه 5 ايام؟ الديفلوبر تلاقيه قاعد يفكر كده شويه. خلاص، هنا تعرف اننا كنا محتاجين نحدد الاكسبتنس كريتيريا
من البداية. يعني الاكسبتنس كرايتيريا ليها فوائد للتيم كله، طبعا فوائد، ليها فوائد كتير. المطور اولا بتدي للمطور رؤية واضحة ودقيقة للمطلوب برمجيا، وبتزيل من عنده، بتشيل الغموض، وبتخليه ما يروحش لحالات استثنائية او يفكر في حاجة بره الصندوق. نيجي للكيو اي. الكيو اي هي بتخليه يكتب سيناريوهات وتست كيسز بدقة، وبيتأكد من التغطية للمتطلبات، لأن الأكسبتنس كريتيريا واضحة. طيب بالنسبة للبرودكت اونر، والله بالنسبة للبرودكت اونر هي بتوفر معايير، معاييرا موضوعيا واضحا لقبول اليوزر ستوري. يعني خلاص انا بالنسبة لي انا مش هقبل اليوزر ستوري دي الا لو الاكسبتنس دي اتحققت، وانا بقبل او برفض امتى؟ في نهاية السبرنت. طيب من الاخطاء اللي بشوفها في تفصيل الواجهات، ان الاكسبتنس كريتيريا بتتحول لوصف تفصيلي جدا لليو اي. يعني مثلا تلاقي بتتكتب في الاكسبتنس كريتيريا ايه، الزرار يبقى ازرق على اليمين، الفونت يبقى 16، البطن يبقى عرضه 120 بكسل. الا لو الموضوع ليه ريكويرمنت فعليه مرتبطه بالتصميم، اقول لك ماشي تمشي. لكن انت مش بتكتب اكسبتنس كريتيريا عشان توصف شكل الشاشه، امال انت سبت لليو اي ايه او اليو اكس سبت له ايه؟ لو انت بتوصف شكل الشاشه، انت بتحدد السلوك والنتيجه. بالنسبه لك مثلا لو جينا نخوض في موضوع هو بره التوبيك اللي احنا شغالين فيها، بس لو جينا خدنا في الموضوع مثلا الواير فريم. الواير فريم هي مش انا مش بحكم اليو اي في انه يطلع لي تصميم مطابق للواير فريم اللي انا عامله له. لا، لا خالص، انا عامل الواير فريم لو فيداليتي، وبس بوضح له الداتا. يعني انا بوضح له والله انت عندك هنا هيكون في صورة، وعندك هنا هيكون في تايتل، وعندك هنا هيكون في بطن، وعندك هنا هيكون ده تكست عادي، وهكذا. لكن في الاكسبتنس كرايتيريا انت بتحدد السلوك والنتيجة المطلوبة، وركز في دي. طيب مين هيستفيد من الاكسبتنس كرايتيريا؟ والله مش الديفلوبر بس اللي هيستفيد من الاكسبتنس كرايتيريا، لا الكيو اي كمان. لان الكيو اي بيقدر ياخد المعايير دي ويبدأ يبني عليها تيست سيناريو، واكتر من سيناريو. يعني مثلا ايه معايير القبول؟ اذا كان رصيد الموظف اقل من عدد الايام المطلوبة يجب منع تقديم الطلب واظهار رسالة خطأ. هنا كيو اي هيعمل سيناريو، هيتست سيناريو، هيقول المدخلات ان رصيد الموظف مثلا بيساوي 3 ايام، ده المتاح، ده الافيلابل. الطلب بيساوي 5 ايام، يبقى النتيجة المتوقعة عدم ارسال الطلب زائد ظهور التنبيه. شوف بقى دي كده requirement اهي اتحولت لحاجة قابلة للاختبار. هل الاكسبتنس كرايتيريا ليها لازم تكون بالشكل ده؟ والله في اكتر من طريقه لكتابه الاكسبتنس كرايتيريا. والله هي ممكن تتكتب برول اورينتد، او ممكن تتكتب بسيناريو اورينتد. سيناريو اورينتد ده بتستخدم في منهجيه الاجايل بشكل اكتر. بيكون فيها ايه؟ بيكون فيها الجيفن والهوين والزن. طيب الرول اورينتد، والله الرول اورينتد هي بوليت بوينت، قائمة مبسطة فيها نقاط وملاحظات مباشرة، بتناسب الحالات الشائعة والمشاريع البسيطة وسريعة التنفيذ. طيب لو جينا شرحنا الجيفن والوين والزن، وطبعا انا مش هاخد فيها كتير، انا هشرحها ببساطة. هنتكلم عن الهيكل الثلاثي للسيناريو. الجيفن هي الحالة أو السياق الأولي السابق للعملية، تمام. الوين الحدث أو التفاعل الذي يقدم عليه المستخدم. الزن النتيجة المتوقعة والسلوك الذي يقدمه النظام. لو جينا مثلا اتكلمنا على مثال لتسجيل دخول،
والله هيكون given user has a valid account، يعني ان اليوزر ده معاه account. طيب when اليوزر enters correct email and password، يعني هنا كده خلاص انا الحدث ده هيكون امتى؟ هيكون لما احط ايميل او باسورد صحيحين. طيب then ايه اللي هيحصل؟ السيستم هيوديني لوج ان سكسسفول. يبقى تاني الجيفن الحالة اللي انا فيها، when الفعل اللي حصل، then النتيجة المتوقعة. هنقول مثال تاني. given الموظف لديه 3 أيام أجازة متاحة. when لما بيحاول يقدم على طلب أجازة لمدة 5 أيام. then يمنع النظام تقديم الطلب ويظهر له رسالة بتوضح إن الرصيد غير كافي. نقطة مهمة جدا، خلي بالك الاكسبتنس كريتيريا مش معناها انك بتكتب كل تفاصيل المشروع، ومش معناها انك تحول اليوزر ستوري لاس ار اس كاملة. لا، احنا عايزين نحول نحدد شروط القبول الاساسية اللي لو اتحققت نقدر نقول ان الستوري دي حققت المطلوب. طيب رحلة اليوزر ستوري داخل المشروع بتكون فين؟ والله أنا أول حاجة أنا بحدد البيزنس نيد وأوضح الهدف التجاري، ثم بعديها بحدد اليوزر ستوري والأكسبتنس كريتيريا اللي هي صياغة القصة وتحديد معايير القبول، ثم بعديها الديف بيبرمج المطلوب بناء على المعايير اللي موجودة عنده في اليوزر ستوري والأكسبتنس كريتيريا، ثم بنعمل تيستنج ودن بنفحص بقى الجودة وتأكيد القبول النهائي بناء على اليوزر ستوري والاكسبتنس كريتيريا اللي موجودة. طيب أنا هنا بقى هيقابلني سؤال تاني. مين المسؤول عن كتابة اليوزر ستوري؟ هل البيزنس اناليست ولا البرودكت اونر ولا الديفلوبر ولا الكيو اي؟ والله حسب التيم والبروسيس اللي شغالين بيها، لكن في فرق اجايل ممكن تكون مسؤولية مشتركة بين البرودكت اونر والبيزنس اناليست تيم، وبيتم مناقشتها مع الديفلوبر والكيو اي. المهم ان الفريق كله يكون متفق على معنى القبول قبل التنفيذ. وفي حاجة تانية هتقابلك كتير اسمها definition of done DOD. دي مش نفس الاكسبتنس كريتيريا. الاكسبتنس كريتيريا مرتبطة باليوزر ستوري نفسها، اما الديفينيشن اوف done فهي معايير عامة للفريق عشان يقول ان الورك تيم او الستوري وصلت لحالة الدن، ودي هنفصل فيها بعدين لما نتكلم اكتر عن الاجايل. كده يا صديقي انت بدأت تشوف الرحلة الحقيقية، مش بنكتب يوزر ستوري وخلاص. بنحدد احتياج نحوله اليوزر ستوري، نحدد الاكسبتنس كريتيريا، الفريق ينفذ، الكيو اي يختبر، وفي الاخر نقدر نقول هل اليوزر ستوري دي حققت المطلوب ولا لا. طيب والله انا هعمل لك كده تحدي بسيط. يوزر ستوري عندي بتقول كانسل اوردر، ان انا اقدر الغي الطلب as a customer، ودي سايبها لك برضو في الديسكريبشن تحت، سايب لك اليوزر ستوري في الديسكريبشن تحت. as a customer I want to cancel my order so that I can cancel an order I no longer need. بمعنى بسيط، انا والله عايز الغي اي طلب انا مش محتاجه. اكتب لي بقى ثلاث معايير قبول، 3 acceptance criteria في التعليقات، ومع مراعاة حالات الدفع والتوصيل. شكرا ليكم، واستنونا حلقة الأسبوع الجاي.